شباب، النهارده معانا فيديو جديد من قناة ايردروب كريبتو. النهارده معانا فيديو مهم جدا لموقع استثماري لسه نازل، ما بقالوش كام ساعة بالظبط. يعني الموقع ده لسه نازل حالا، يعتبر بقاله ساعة ولا ساعتين لسه نازل الموقع. فاحنا دايما بنستغل مواقع في أولها عشان نقدر نستفيد منها بعدد الأيام الأكتر أو نربح أكتر. طيب الموقع ده زي ما انت شايف بيبقى نفس فكرة المواقع اللي أنا نزلتها قبل كده، طبعا موجودة عند القناة بتاعتي. طب زي ما انت شايف كده هو بيديك $20. تمام، الموقع بيديك $20. تعال نشوف اسعار ال VIP. طبعا احنا هنخش بالموقع ده $10. تمام، وكل يوم هتاخد $1 ربح. تمام، طبعا الموقع بيديك اول ما تخش بيديك ان انت تخش على VIP 0، بس في الاول وفي الاخر انت مش هتكسب منه، لانه يعني المواقع دي متاخدش منها حاجة ببلاش. تمام، فزي ما انت شايف كده كل اللي علينا ان احنا هنعمل ايداع $10 عشان يكون معانا $30. يعني الموقع بيديك $20، انت هتحط $10، فبالتالي هيكون معاك في الموقع $30. تمام، بعد كده نشغل VIP 1 ونبتدي نربح كل يوم $1. وطبعا هنعمل الموقف ده دلوقتي، يعني لسه هعمل ايداع على الموقع قدامكم، هعرفك ازاي تعمل ايداع. بس قبل ما نعمل ايداع، في هنا كلمة تيم دي بتنشر الرابط الأحالة بتاعك، كل حد يخش عن طريقك بتاخد بونص هدية عن اللي دخل عن طريقك. طيب الموقع سهل وبسيط، مفهوش أي حاجة. زي ما انت شايف كده دي الواجهة بتاعته العادية، وهشرح لك ازاي دلوقتي بناخد الفلوس ازاي من الموقع ده. طب زي ما انتوا شايفين كده هنيجي على كلمة ريتشارج، او ان انا اعمل ايداع على الموقع. زي ما انتوا شايفين كده هو ده الكود اللي انا هاخده. تمام، TRC20. ركزوا، وبيقول لك تحت TRC20 USDT. تمام، هنعمل كوبي كده ونروح على باينانس. طب يا شباب، انا حطيت $11 زي ما انتوا شايفين، حطيت $11 في باينانس عشان نسحبهم. زي ما انتوا شايفين كده هتدوس على USDT، هنعمل سند للنتوركس. بعد كده هنروح نحط الكود اللي احنا خدناه من الموقع، ونختار هنا الشبكة، ننزل تحت نختار TRC20 زي ما احنا متعودين. بعد كده نعمل ايه، ان انا ابعت $11 بالظبط. ليه $11؟ عشان باينانس لما بيجي يبعت $10، او لما تيجي تبعت فلوس عن طريق باينانس بياخد منك $1 ضريبة او نتورك فيه. وخليك دايما عارف الموضوع ده عشان بعد كده تبقى فاهم. يعني لو هنستثمر مثلا $20 لازم هتدفع $21. هتستثمر $5 لازم هتدفع $6. بس زي ما انت شايف كده هنقوم عاملين withdraw، او اللي هي عملية سحب يعني، ونعمل confirm زي ما انت شايف كده اهو. طبعا انا في تليفوني في بصمة، فبالتالي هستخدم البصمة. لو تليفونك مثلا ايفون ما فيهوش بصمة، عادي في عندك الفيس انلوك. ولو ما فيش فيس انلوك مش شغال، في انه يبعت لك الكود على الايميل بتاعك ويقول لك ده الكود اللي تقدر تسحب عن طريقه. زي ما انت شايف كده هحط البصمة بتاعتي اهو، وكده انا عملت عملية السحب. هنروح الموقع دلوقتي ونكمل هناك. طب يا شباب، زي ما انتوا شايفين كده اهو رجعنا الموقع تاني. زي ما انت شايف طبعا الفلوس لسه ما وصلتش، لان باينانس نفسها ما وصلتليش رسالة. فاحنا ممكن مثلا نعمل ريفرش للموقع، وان شاء الله هتكون الفلوس وصلت عندنا في الحساب ونقدر نستخدم ال VIP. طيب انا هوقف الفيديو لحد ما الفلوس توصل لي، وغالبا باينانس هو اللي بيتأخر في الحتة دي ومش بيطول برضو يعني. طب يا شباب، زي ما انتوا شايفين وصلت الفلوس اهو $30 كده، وصل لي على الموقع $10. طب نعمل ايه بقى بعد ما توصل لنا الفلوس بالظبط كده؟ نروح على كلمة VIP تحت هنا ايه، هي اصلا اوريدي بتتفتح عندك على طول. زي ما انت شايف VIP 1 اتفعلت عندي، وادي $1 اهو. طيب ازاي بقى نسحب $1، او ازاي نبتدي ناخد الربح اليومي بتاعنا؟ هنيجي على كلمة تاسك اللي تحت دي، او المهام. لو انت موقع مش عارف باللغة العربية وفيه اصلا ولا مفيش، بس شوف يعني. زي ما انت شايف كده نيجي هنا عند كلمة تاسكات اللي هي المهام، يحمل اهو. زي ما انت شايف كده حملتها معايا. طبعا بتختار، بيظهر لك حاجات كتير كده، انت بص مالكش دعوه باي واحده، انت اختار اي شكل. يعني زي ما انت شايف كده مثلا انا اختار اللي هو، يا عم تعالى نختار مثلا البيبسي. زي ما انت شايف كده اهو نختار من البيبسي وندوس سبميت اهو زي ما انت شايف. طيب احنا كده عملنا ايه؟ سكسسفول، يعني ده الربح، اول ربح لينا النهارده. هنعمل كده ريفريش نشوف $1 وصل ولا لسه. طيب تعالى نروح على تاسكات تاني هنا كده اهو، نروح على completed اهو زي ما انت شايف تم. خلاص تعالى نشوف نتأكد $1 وصل لنا ولا لأ.
اهو زي ما انتوا شايفين يا جماعة الدولار وصل لي عادي مفيش اي حاجة، بقى معايا 31 دولار. وهنعمل اثبات سحب دلوقتي قدامكم من الموقع. زي ما انت شايف كده نيجي على كلمة withdraw، بيقول لك add withdrawal method او طريقة سحب. هنروح على كلمة هنا add. زي ما انتوا شايفين بيقول لك لازم يكون USDT و TRC 20. تمام. بيقول لك هنا حط الباسورد او الكود اللي هو الخاص بمحفظتك في باينانس مثلا او اي منصه انت بتعمل ايداع من عليها وتسحب من عليها. طيب هنروح لباينانس بسرعه كده واجيب الكود وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين يا جماعه احنا كده رحنا باينانس، عملنا الديبوزيت، رحنا كلمه ديبوزيت USDT اهو TRC 20 اهو الشبكه اهي. نعمل كوبي للكود بتاعنا ونرجع للموقع. طب يا شباب زي ما انتوا شايفين كده رجعنا الموقع اهو. زي ما انتوا شايفين نحط الكود بتاعنا اهو زي ما انت شايف. بعد كده نكتب هنا الباسورد اللي انت عملت بيه تسجيل الدخول بتاعك، اللي هو اللي انت سجلت بيه الموقع يعني. بعد كده تدوس كلمة submit. زي ما انت شايف كده سجلنا المحفظة بتاعتنا. طيب نيجي نسحب بقى. بعد ما سجلنا المحفظة بتاعتنا نروح على كلمة withdrawal. وزي ما انت شايف كده بيقول لك select او اختار المحفظة بتاعتك اللي هتسحب عليها. دي طبعا اللي احنا سجلناها ندوس عليها وندوس سبميت زي ما انت شايف كده اهو. نكتب الاماونت الاول. الاماونت هيكون $1. ونكتب هنا تحت الباسورد برضو بتاع اللي انت سجلت منه. نعمل سبميت. وزي ما انت شايف السحب وصل، او معنى اصح قصدي ان احنا سحبنا من الموقع يعني الدولار اتسحب اهو. هنروح دلوقتي نستنى الرسالة توصل لنا على باينانس ان انا سحبت. وزي ما انتوا شايفين يا شباب ادي اثبات السحب من الموقع اهو. وصل لي $1 زي ما انا قلت لكم من الموقع اهو. وهكذا كل يوم بنخش على الموقع تعمل مهمة تسجل تاخد الفلوس وتوديها على باينانس، وهكذا كل يوم. طيب هل الفيديو نصيحة استثمار؟ الإجابة لأ، الفيديو مش نصيحة استثمار. أنا بعرض عليك طريقة ربح. خش على القناة بتاعتي شوف الفيديوهات اللي فاتت كلها، شوف بنكسب قد ايه من المواقع وبنزل اثباتات سحب قد كده عشان اقولك ان المواقع دي بتكسب فلوس. بس هل هي امنة؟ هل انا اضمن فلوسي مش هخاف عليها؟ لا طبعا، دي مسؤوليتك الشخصية اللي انت تخش بيها على مواقع زي دي. زي ما انا خاطرت كده انت هتخش برضو كأنك مخاطر، زي ما انا داخل مخاطر بالظبط. الموقع ده ممكن يقفل في اي وقت في اي لحظة. ولكن إلى نوعا ما المواقع زي ما انت شايف كده، المواقع اللي هي بتيجي مثلا بأسعار قليلة. زي ما انت شايف سعر الدولار مثلا انت حاطط $10 وبتاخد $1 بس. فالمواقع اللي بتبقى بالطريقة دي او ربحها قليل نوعا ما بتطول جدا جدا يعني حرفيا. هوريكم الموقع اللي احنا اشتغلنا عليه، الفيديو هحطهولك في الاي اللي هتطلع دلوقتي دي. زي ما انت شايف الموقع ده بيطول جدا جدا جدا، وانا للأسف دخلت فيه متأخر. حتى الموقع ده بقاله شهر واسبوع تقريبا، يعني حرفيا كل اللي دخل فيه كسب مبلغ كبير جدا 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 من الموقع ده. وليه؟ ايه الحاجة اللي تخلي ان موقع مثلا زي ده يكون مضمون؟ زي ما انت شايف الناس اللي دخلت عن طريقي ده الربح التوتال بتاعهم. وده اللي انا استثمرته. بتستثمر $5 في الموقع ده بس، وبتاخد كل يوم $1. كل لما الربح يكون قليل انت بالتالي تقدر تثق في الموقع بنسبة اكبر، لانه نوعا ما بيقفل وكل حاجة، بس بيقفل بعد فترة كبيرة لان ربحه تقليدي وعادي، مش اوفر مثلا، مش بتكسب $2 $3 في المهمة الواحدة في اليوم. فالمواقع اللي هي بتبقى زي كده زي الموقع اللي لسه شرحه من شوية ده غالبا ان شاء الله احتمال يقعد الفترة دي كلها. ففرصة جميلة جدا خش استغلها بس على مسؤوليتك الشخصية. وما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير عشان نقدر نستمر، ودعمك مهم جدا ليا عشان اقدر اتحمس اكتر ويجيلي الشجاعة ان انا اكمل ومحبطش يعني من القناة بتاعتي. وقربنا نوصل 100 مشترك وهعمل جيف اواي عشوائي عن طريق العجلة اللي بتلف دي، بس مجرد ما اوصل ل100 مشترك. وشكرا جدا على المشاهدة، واتمنى تكون